إذا كنت تعتقد أنك تعرف كل شيء عن محمد صلاح فاستعد للدهشة. هذا النجم المصري لم يصبح فقط أحد أفضل لاعبي العالم، بل حطم أرقاما قياسية وصنع تاريخا لا يصدق. في هذا الفيديو سنكشف لك 8 معلومات وحقائق مذهلة عن محمد صلاح، حقائق لم يسمع بها أغلب الناس. كيف كاد أن ينضم للزمالك، وكيف حطم رقم كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي، وأي رقم قياسي سجله في دوري أبطال أوروبا. كل هذا وأكثر. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى دعمنا بإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في القناة لتصلك أقوى الفيديوهات أولاً. والآن دعونا نبدأ الرحلة مع الملك المصري محمد صلاح. ولد في قرية صغيرة بمحافظة الغربية. ولد محمد صلاح حامد محروس غالي في 15 من يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية مصر. نشأ في بيئة ريفية بسيطة وسط أسرة متواضعة، وكان يعشق كرة القدم منذ صغره. في شوارع قريته بدأ يركل الكرة مع أصدقائه، حيث ظهرت موهبته الفريدة مبكرا. على الرغم من قلة الإمكانيات المتاحة في قريته، كان شغفه بكرة القدم دافعا له لمواصلة اللعب والتدريب باستمرار، حتى بدأ ملفه الرياضي يلفت أنظار الأندية المحلية. كان يحلم بأن يصبح ضابط شرطة. عندما كان طفلا لم يكن محمد صلاح يرى كرة القدم كمستقبله الوحيد، بل كان لديه حلم آخر بأن يصبح ضابط شرطة. كان يرى في مهنة الشرطة مكانة اجتماعية مرموقة ومستقبلا آمنا. لكن مع مرور الوقت بدأ اهتمامه بكرة القدم يتزايد، خاصة بعد انضمامه إلى نادي المقاولون العرب، حيث أصبح يقضي وقتا أطول في التدريبات والمباريات. هذا الحب الجارف للكرة جعله يغير مساره تماما، متخذا قرارا جريئا بالتركيز على مسيرته الرياضية بدلا من محاولة تحقيق حلمه القديم. لم يكمل تعليمه الجامعي. بسبب انشغاله بمسيرته الكروية لم يتمكن محمد صلاح من استكمال دراسته الجامعية. بعد انضمامه إلى فريق الناشئين بنادي المقاولون العرب اضطر إلى السفر يوميا من قريته نجريج إلى القاهرة، حيث كان يقضي عدة ساعات في التنقل بين التدريب والمدرسة، مما جعله يواجه صعوبة في الموازنة بين التعليم وكرة القدم. في سن 14 عاما بدأ صلاح اللعب مع فريق المقاولون العرب للناشئين، وسرعان ما لفت أنظار مدربيه بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على التحكم بالكرة. مع تطور مستواه قرر المقاولون تصعيده إلى الفريق الأول، مما جعله يتخذ القرار الصعب بترك تعليمه للتركيز على مسيرته الاحترافية. لم يكن هذا القرار سهلا عليه أو على عائلته، لكنه أثبت لاحقا أنه كان خيارا صائبا بعد النجاح الكبير الذي حققه. كاد أن ينضم إلى نادي الزمالك. قبل أن ينتقل محمد صلاح إلى أوروبا كان قريبا جدا من الانضمام إلى نادي الزمالك، أحد أكبر الأندية في مصر. في عام 2012 كان صلاح لاعبا بارزا في نادي المقاولون العرب، وأصبح مطلوبا للعديد من الأندية المحلية بما في ذلك نادي الزمالك، الذي كان يبحث عن تدعيم صفوفه بلاعبين موهوبين. لكن رئيس نادي الزمالك في ذلك الوقت ممدوح عباس رفض التعاقد مع محمد صلاح، معتبرا أنه لا يمتلك الخبرة الكافية للعب في ناد بحجم الزمالك. كان هذا القرار بمثابة إحباط لصلاح، لكنه لم يستسلم. بعد فترة قصيرة جاءته الفرصة الأكبر عندما عرض عليه نادي بازل السويسري الانضمام إليه، وهو ما شكل نقطة تحول كبيرة في مسيرته. لو كان الزمالك قد وافق على ضم صلاح ربما كان مصيره مختلفا تماما، وربما لم يكن ليحصل على الفرصة التي جعلته واحدا من أفضل اللاعبين في العالم اليوم. كسر عقدة المصريين في الدوري الإنجليزي. قبل وصول محمد صلاح إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لم يتمكن أي لاعب مصري من تحقيق نجاح كبير هناك. بعض اللاعبين المصريين مثل أحمد حسام ميدو وأحمد حجازي لعبوا في إنجلترا، لكن لم يتركوا بصمة حقيقية. عندما انتقل صلاح إلى تشيلسي في عام 2014 كانت بدايته في الدوري الإنجليزي صعبة، حيث لم يحصل على فرصة كافية مع المدرب جوزيه مورينيو.
لكن عندما عاد إلى إنجلترا عبر بوابة ليفربول في 2017 صنع التاريخ من جديد. في موسمه الأول مع ليفربول نجح صلاح في تحطيم الأرقام القياسية، حيث سجل 32 هدفاً في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، محطماً الرقم السابق الذي كان بحوزة كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وآلان شيرر 31 هدفاً. لم يتوقف صلاح عند ذلك، بل أصبح أول لاعب مصري يفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز لم يكن أحد يتخيله قبل سنوات. بهذا النجاح أثبت صلاح أن اللاعب المصري قادر على المنافسة والتفوق في أقوى دوري في العالم. سجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا. في مباراة لا تنسى بين ليفربول ورينجرز الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا عام 2022 دخل محمد صلاح تاريخ البطولة بعدما سجل أسرع هاتريك 3 أهداف متتالية في تاريخ المسابقة. احتاج صلاح فقط 6 دقائق و12 ثانية لتسجيل الأهداف الثلاثة، وهو رقم قياسي لم يحققه أي لاعب من قبل في تاريخ دوري الأبطال. هذا الإنجاز عزز مكانة صلاح كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ البطولة الأوروبية، حيث تجاوز لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من حيث سرعة تسجيل الهاتريك. ثروته التي تقدر بالملايين. بناء على بعض المصادر تقدر ثروة محمد صلاح بنحو 90 مليون دولار أمريكي تقريبا، ولكن هذا الرقم قد يختلف حسب المصادر. بعض التقديرات تشير إلى أن الثروة قد تصل إلى 110 ملايين دولار. يجدر بالذكر أن هذه التقديرات تشمل عقوده الرياضية ورعايته أيضا، ومع ذلك تظل الأرقام تقريبية وتتفاوت مع مرور الوقت. لذا يمكن القول أن ثروة محمد صلاح تتراوح بين 90 إلى 100 مليون دولار وفقا للتقارير المتوفرة. سجل أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا. الهدف الذي سجله محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال 2019 لم يكن مجرد هدف مهم، بل كان أيضا أسرع هدف في تاريخ النهائي منذ انطلاق البطولة بصيغتها الحديثة. سجل صلاح هدفه بعد 108 ثوان فقط من انطلاق المباراة، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم باولو مالديني الذي سجل هدفا في نهائي عام 2005 بعد 50 ثانية، لكن ذلك كان من تسديدة من داخل منطقة الجزاء. ما جعل هدف صلاح استثنائيا هو أنه جاء من ركلة جزاء، حيث لم يسبق لأي لاعب تسجيل هدف من ركلة جزاء بهذه السرعة في نهائي البطولة. هذا الهدف عزز مكانة محمد صلاح كواحد من أكثر اللاعبين حسما في المباريات الكبرى، وأثبت أنه لا يخشى الضغوط، حيث نجح في تنفيذ ركلة الجزاء في واحدة من أهم المباريات في مسيرته، وهو أمر يتطلب شخصية قوية وثقة بالنفس. وهكذا رأينا كيف أن محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل هو أسطورة حية صنعت التاريخ وحطمت الأرقام القياسية. من طفل صغير في قرية نجريج إلى أحد أعظم لاعبي العالم، رحلة ملهمة مليئة بالتحديات والإنجازات. ما أكثر معلومة أثارت دهشتك عن محمد صلاح؟ أخبرنا في التعليقات. وإذا كنت من عشاق كرة القدم لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة لنستمر في تقديم محتوى مميز لك. شكرا على المشاهدة، ونراكم في فيديو جديد قريبا.